أفرج. منين تعلمت هذا الشيء؟ هو قال لها الطبيب فرج أسنانك. مرحبا، اليوم عندنا جولة ميسانية، راح نسأل أسئلة تخص صحة الإنسان. تعالوا ويانا. الحمد لله. راح أسألك سؤال، إذا جاوبتنا تحصل على تخفيض من مستشفى ميسان اللي بالماجدية. تمام؟ شنو هو العضو اللي مسؤول عن التفكير بجسم الإنسان؟ العقل. إيه؟ بعد عقل. بالتفصيل شنو هو؟ الدماغ؟ الدماغ. إيه؟ ساعتين. تمام؟ سؤال كلش سهل. متفقين؟ متفقين. اكو فيتامين حصل عليه من أشعة الشمس. دي 3. بالضبط. سهل ولا لا؟ سهل كلش الحمد لله. يعني. ان شاء الله. ما هو المعدل الطبيعي لحرارة جسم الإنسان تقريبا؟ يعني ايش قد المعدل؟ بين 30 بعد 32 35 بعد حتى تحصل على التخفيض. 38 37. ايش قد؟ 37. احنا ناويين نسوي الولاده مالتها في مستشفى ميسان. نعم بالماجدية. الله يسلمك. نعم. ما أهمية تناول الخضروات والفواكه؟ ليش ناكلها؟ طبعا هي مفيدة بحياتنا اليومية كالفيتامينات والمعادن اللي بالجسم، كذلك تروي الجسم. فزت ويانا تخفيض من مستشفى ميسان. ايش بيك؟ تمام، شكرا. ايش بيك حبيبتي؟ ها زهراء جتنا بعد 7 سنوات من المراجعات من الدكاترة وهذا. زين. وكذلك هي جت مستشفى ميسان. ما شاء الله. مستشفى ميسان اللي بالماجدية. كل 3 أشهر. والمفروض يعني هو المفروض كل 3 أشهر كل 6 أشهر، يعني على مود الفيتامينات والتحاليل، يعني لازم ضرورية. بالضبط، حتى واحد يهتم صحته. اي حتى طبعا. بعدين ما ضروري. يطلع شيء اكيد شيء طبعا. مفاجئ ويصير مضاعفات. صح. فزت ويانا. خدنا شقاء صغير. فزت ويانا تخفيض من مستشفى ميسان. شكرا. زين، عاد نسألك سؤال ثاني؟ اي عادي. السؤال هم، أي عضو ينقي الدم في الجسم؟ أكيد أنت تعرفه ولا تقول لي لا. طالب علمي هو أني أدبي، المفروض أنت تعرف شو امتحانك بعد شهر. القلب. لا. شلون؟ يعني شلون راح نجاوب بالأحياء ولد؟ شفتي؟ أيدي شلون راح نجاوب بالأحياء؟ هاي نقطة عليك، راح أقول أبوي عليك اليوم. عيد السؤال. أي عضو ينقي الدم في الجسم؟ نقي الدم؟ إيه. كليتين هو المفروض. الكلية صحيح. لا راح ينجح. لا جاوب. ينجح. ولو أنا خايفة منك، أنا قلت له أنا خايفة منك. أنا ضغط الدم فقلت لا فهمتني غلط. زين، تتوقعين يطلع معدل لو بس نجاح؟ هو لازم يطلع معدل، احنا قايلين له يعني نطرده من البيت، ماكو ما يضل بالبيت. لا مو لهالدرجة. والله مدرسين واني اسهر وياه، اني اسهر وياك لو لا. طبعا. كعضو بجسمك يساعد على هضم الطعام، شنو هو؟ ما اخذته. الصف الثالث، الصف الثاني. هسه من تاكلين انت؟ وين يروح الطعام؟ للبلع. وبعد؟ بعد؟ ومن هاي ما أعرف هيك شيء. بعد وين يروح الطعام؟ هسه من تاكلين وين يروح؟ من البلع. بعد؟ شمس. زين، السؤال هو كلش سهل، إذا جاوبت أعطيك تحصلين على تخفيض ويانا. متفقين؟ متفقين. اللي ما أخذته أنت بدروسك، كم مرة ينصح بتنظيف الأسنان يومياً؟ كم مرة تنظفين أسنانك؟ مرتين. مستوياها شنو شطورة. شنو الفائدة من ممارسة الرياضة؟ ممارسة الرياضة أول شيء هي صحة للبدن، وإنزال الوزن أول شيء. ثاني شيء أكو عضو ثاني جسم الإنسان قوي هي الرياضة. تقوي القلب. أهم. بالضبط. تستوي. كيف؟ شلونك؟ زين. وين ماما بابا؟ ورانا. كيف؟ أدري بيك كنت بتطفي وراح تجاوبين، لا تفشلين قدام عزام. تخفيض من مستشفى ميسان اللي بالماجدية. إن شاء الله. تمام؟ ما هو اللون الذي يدل غالباً على الأسعاف والطوارئ؟ أكو لون محدد. على اليمن على الأسعاف والطوارئ. اللون الأحمر. بالضبط. تستوي يعني. صف ثاني متوسط. ثاني. أسهل من عنده ماكو. شنو ماشي؟ اي نعم. وإذا جاوبت راح تحصل على تخفيض من مستشفى ميسان. نعم. أوكي؟ نعم. لمدة شهر التخفيض. ما شاء الله. كم عدد الأسنان بالإنسان البالغ؟
بالإنسان البالغ؟ ايه ما 34 ما قد ناسيها. بعد 36 بعد 2 غششتي 36 بعد ما لا مو أعرف. دكتور. شنو تأثير التدخين على جسم الإنسان؟ مشاكل بالقلب، نعم بالكبد، بالصدر، ايه إضافة إلى مضاعفات هواي بالمستقبل زين ليش؟ شنو السبب يعني؟ بسبب ارتفاع مادة النيكوتين اللي موجودة. هو هذا الجواب اللي اريده. كل الهيك.